مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده لولادنا. زي ما انتوا شايفين كده شكلها قمر وطعمها بجد تحفة جدا. هنعمل مع بعض كبات كده، تقدروا تقولوا عليها كبات السعادة بقى، كبات الهنا. هي المهم حاجة بجد تحفة جدا. حابة قبل اي شيء اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وكل الامة الاسلامية طيبة يا رب وبخير، وربنا يرفع الغلاء ويرفع البلاء عننا وعن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. يلا بقى يا حبايبي، في البدايه اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ومزعليني جدا لان الفيديو بصراحه ما بيتشافش، زي ما انتم شايفين مشاهداته وحشه جدا. الواحد بيدخل للناس وبيعمل اللي عليه، بس للاسف الناس بجد صعبه جدا. الله المستعان. طبعا هسيب كل واحد وضميره طبعا، وفي ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب. يلا في البداية كده نقول بسم الله ونشوف بقى مقاديرنا او مكوناتنا ايه. انا هنا معايا واحد من الاوريو، معايا واحدة دانيت، ومعايا كوباية ايس كريم، واتنين من الهوهز. وهي دي مكوناتنا، حاجة بسيطة. وهنعمله النهاردة الحالة بتاعتنا من غير ما ندخلوها الفرن ومن غير اي حاجة. بجد هي هتكون طعمها تحفة وشكلها شيك جدا زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. مقاديرنا بسيطة والحالة دي جميلة جدا، وهتنفع طبعا لو انت جالك كده ضيوف على سهوة هتعمليها مفيش 5 دقايق. حاجة بجد تحفة جدا. يلا بقى نقول كده بسم الله. وهنا كده معايا الهوز، انا هفتح كده الاتنين اللي انا جايباهم وهنقطعهم كده بالشكل ده. عايزة بقى تعملي في كاسات، اعملي عندك كبات اعملي فيها بقى براحتك انت كده. انا هنا عندي كبات كده. الكبات دي على فكرة مش غالية برضو، رخيصة يعني، بتتباع عند مستلزمات الحلواني. الكبات دي تنفعك طبعا في رمضان، الكنافة تنفعك. لو انت عامله كبات كده تنفعك لو حابه ان انت تعملي حاجه وتقدميها لحد، توديها لحد. بجد بتبقى جميله جدا جدا. وفي طبعا كبات بيبقى ليها غطيان، لو حبيتي تدي منها لولادك في المدرسه برضو هينفع، لان بجد هي جميله وبتبقى كده ايه متماسكه، مش بتبقى حاجه سايله او سايحه. لا والله هي جميله جدا جدا. انا هنا بقى بعد ما حطيت كده الهوز، مسكت كده الاوريو، شلت بس 2 منهم، وبعد كده كسرت بقيه الباكو وحطيت حبة كده من الأوريو. بعد كده عندي بقى هنا الآيس كريم، هحط كده برضو معلقة، بس معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين معايا. وهنا بقى حطيت الدانت على الوش، وبعد كده هجيب كده واحدة من الأوريو كده في النص. وعندي بقى هنا شوكولاتة بالحليب مسيحاها، هعمل طبقة بس كده على الوش زي ما انتوا شايفين. الطريقة بسيطة جدا وسهلة. وهنا برضو كان عندي كده هوز، حطيت برضو كده على الوش. وكان عندي حبة مكسرات كده برضو في التلاجة، وقلت احطهم برضو كده على الوش علشان برضو يبقى الطعم حلو كمان الشكل كده حلو. عندك مكسرات حطي، ما عندكيش خلاص. هما كانوا بصراحة حبة كده موجودين عندي في التلاجة، فقلت برضو احط كده على الوش، بيدي برضو طعم جميل جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، انا عملت كده 5 كبات بالمنظر دوت. ما شاء الله، عايزه اقول لكم الطعم بجد خيال، بجد جميل جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله، في اقل من 5 دقايق ممكن ان انت تعمليها. جالك ضيوف على سهوة، ولادك عايزين حاجة حلوة، بجد بجد جميلة جدا جدا. حالة بجد تحفة ما شاء الله. الطعم جميل جدا والطريقة بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين. وده كان فيديو النهاردة، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.